السلام عليكم، يسعد اوقاتكم احلى عالم بالعالم. اليوم بدنا نعمل مع بعض كب كيك بمناسبة ذكرى النصر الثورة السورية بسوريا. اول شي حبايبي بدي احط 3 حبات بيض، ومن بعدها ظرف فانيليا مع ظرف برش البرتقال، وبدي احط كوب سكر، سعة الكوب 225 ميلي. وهلا بدي اخفقهم كتير منيح مع بعض. بدنا نساويها اليوم باسهل واطيب طريقة وبدون اي تعقيدات، واهم شي نخفقهم منيح، واذا مو موجود عندكم خفاقة او مكسر فيكم تخفقوهم يدويا. هلأ بس صاروا بهذا القوام بدي احط نص كوب زيت نباتي، ومن بعدها بدي احط كوب حليب، وبرجع بخفق. الله يجعل ايامنا وايامكم كلها فرح. هلأ بدي احط كوبين طحين، واهم شي ننخل الطحين، وبدي احط معهم ظرف بيكنج باودر. هلأ بننخلهم. حبايبي انا اليوم بدي ساويه بالشوكولا، وفيكن انتو تساووه سادة، فيكن تحطوا كاستين ونص طحين. انا بدي احط هلأ نص كاسة كاكاو. الكاكاو لازم يكون خام. كمان بنخل نص كاسة. فضلا وليس امرا غوالي تعملوا لي مشاركة للمقطع مشان يطلع عند اكبر عدد من المتابعين. هلأ برجع بخفقهم مع بعض. انا قبل بمرة نزلت لكم اياها سادة، اليوم حبيت ضيف الكاكاو. ما شاء الله القوام طلع معنا بياخد العقل. حبايبي انا اليوم بدي ساويهم بقالب الكب كيك، وفيكن انتو تساوون بقالب كبير كمان بيصير. شوف القوام ما شاء الله، ولا اروع من هيك. هلا بدي فضيهم بإبريق الصوب، واذا مو متوفر عندكم الابريق اي ابريق بيمشي الحال. ما شاء الله القوام ليكوا على المنظر شي بياخد العقل. هلا بدي بخ القالب، واذا مو موجود عندكم البخاخ فيكم تدهنوا القالب زبدة وطحين. تدهنوه زبدة ومن بعد رشة طحين. هلا بدي صب الخليط بالقالب، لازم عبي الوحدة نصها. ما شاء الله على المنظر، مبين ولا اروع من هيك. ومثل ما قلت لكم حبايبي، اذا مو متوفر عندكم القالب فيكم تساوون بقالب كبير كمان بيصير. هلا حبايبي انا حميت الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. هلا بطفيه من فوق وبتركه شغال بس من تحت. بياخد معي وقت تقريبا ليستوي 25 دقيقة، مو مثل الكيك 45، ما بياخد وقت كتير. هلا بهاي الفترة بدنا نجهز الكريمة. حطيت 200 جرام زبدة مع كاسة سكر بودرة وظرف فانيليا، وبدي اخفقهم مع بعض. بدي ساوي لكم كريمة شيناهي على الآخر، وإذا بدكم كمية أكبر حطوا المقادير دبل. هلأ بس صارت معي بهذا القوام. بدي ضيف علبة مسكربون فيها 200 جرام، وإذا مو متوفر عندكم قشطة بوك بتشتغل. بس جربتوها للكريمة إن شاء الله بتعتمدوها وبتدعولي. هلأ برجع بخفقهم مع بعض. شغلة ولا أسهل من هيك. حبايبي فضلا وليس أمرا تعملوا لي مشاركة للمقطع وتضيفوني على حساباتي الشيف نور الدين، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيك توك. ساوينا كريمة كتير طيبة بدون أي تعقيدات. شوفوا القوام ما شاء الله بياخد العقل. هلا بدي اقسمهم ل3 أقسام كرمال ضفلن الملون. ما شاء الله القوام عن جد ولا أروع من هيك. هلا بدي ضيف اللون الأسود، والكمية الثانية بدي أحط لها اللون الأخضر. الملونات موجودة بأي قسم في منتجات الحلويات. هلا بدي أحركهم مع بعض. هذا الأسود لازم يكون غامق. شوفوا اللون ما شاء الله بياخد العقل. هلا بدي أخلط اللون الأخضر. إذا بدكن اللون أغمق من هيك فيكن تضيفوا وحدة تانية، عصارة تانية بيطلع أغمق من هيك، بس أنا لقيته مناسب. ما شاء الله ولا أروع من هيك. هلأ الكب كيك صار جاهز، بدنا نطالعه من الفرن. شوفوا على هالمنظر ما شاء الله، شي بياخد العقل، والروايح بتجنن. الكمية طلعت معنا 12 حبة، وساويت وحدة بالفخار. هلأ بستناهن شوي ليبردوا، من بعدها منزينون. اليوم ما حاستخدم كيس الكريمة كرمال اللي مو متوفر عنده الكيس بأي كيس فريزة بصير معكم. بس قصوا الكيس من الزاوية وبيطلع معكم بهذا الشكل. وبالنهاية فيكن تملسوها وفيكن تتركوها مثل ما هي. بس حتى المنظر هيك طلع شي ناهي على الآخر ما شاء الله. أنا عم حاول ساوي لكم إياها بأبسط الأمور. هلا بالنهاية بعد ما حطينا اللون الأخضر صار وقت نحط النجوم. فيكن تستخدموا عجينة السكر، وفيكن تستخدموا هاد القلم تبع الرسم.
كمان متوفر مستلزمات الحلويات بأي قسم ببيعوا فيه أغراض الحلويات متوفر. إن شاء الله بينعاد عليكم بالخير جميعا، انتو أحلى عالم بالعالم، ما تنسوني من دعمكم يا حلوين. تحياتي لكم أينما كنتم، بأمان الله، باي باي.